سلام سلام البنات، ان شاء الله كملتكم ملاح. بعد الصلاة والسلام على رسول الله. وصفتنا اليوم وصفة خبز الدار ساهل بزاف بنين، مقادير مضبوطة وكامل ينجح لكم وبدون تعب. هذا البنات هذا من وصفة جدة، ربي يحفظها ان شاء الله. علمته لي هي بدون تعب بدون ثم ارهاق. ثم ديروا 5 دقائق، عندكم ضياف خفيف ديروا هذا خبز الدار رايح يحمر لكم وجوهكم. واش تحتاجوا فيه؟ تحتاجوا 2 كيلات تاع سميد متوسط ولا من نوعيه مليحه. عندنا 2 كيلات البنات. نضيفوا عليهم غرفه كبيره تاع سكر ماشي مملوءه، ونزيدو نضيفو 2 مغارف كبار ماشي مملوئين تاع خميرة الخبز. البنات كرانا في الشتاء درنا 2 مغارف، كي نكونوا في الصيف نديرو مغرفة ونص. مي كرانا في الشتاء ما يزربش يخمر لنا، لازم نديرو له 2 مغارف. نخلطو هذا من النواشف، نزيدو 3 كيسان 3 كيلات ولا 3 كيسان تاع ماء يكون دافي البنات، ماشي سخون دافي. نحطوهم على المقادير هذم ونخلطوهم. رايح نخلطو هذم المقادير مليح حتى يتجانسوا. رايحين نغطيو على هذم المقادير اللي درناهم ونخليوهم مدة زمنية حتى نشوفهم خمروا. لهنا بعد ما خمرونا المقادير السميد والخميره والسكر تاعنا والماء، رايحه نضيف 3 مغارف كبار تاع لحظه. البنات المره الاولى لا كان عندكم الحليب ديروا 3 كيسان حليب طول، كما انا ما كانش متوفر عندي الحليب سما درت الماء ومن بعد زدت ضفت اللحظه. وعندنا 3 بياض البيض والصفار من بعد ندهنوا به. رايح نخلطوا هذا من المقادير مليح حتى يتجانسوا، بلا ما نساو كيله ناقص 3 صباع. المهم كيله ناقص ربع تاع زيت. نخلطوا هذا من المقادير مليح حتى يتجانسوا. نبداو نضيفوا في الفرينه تدريجيا، ونضيفوا مغرفه صغيره تاع ملح او اقل او اكثر، كل واحد يتحكم في الملح اللي يديروا. ورانا نضيفوا رانا نخبطوا في بهذه الطريقه، نخبطوا مليح. وعندكم 5 دقائق عفوا تخبطوا فيها. هذا مكان انا لهنا ذقت الملح، شفت باللي الخبز الدار تاعي خاصو شوي ملح، زدت له. ونكمل نخبطو بهذه الطريقه. سمحوا لي البنات راهم تفاصيل لي بزاف مقاطع ولا ما تصوروليش كي كنت تنظيف في الفرينه. المهم البنات ضيفوا عينكم ميزانكم الفرينه، ما نقدرش نعطيكم بالتحديد الفرينه. هذا مكان البنات، وها هذه هي وصفتنا، وهذه هي العجينه تاعنا البنات. شوفوا كي تعود تتهز معاكم، كي تعودوا تخبطوا فيها وتتعود تتهز معاكم، نتوما تخبطوا والعجينه تهز معاكم، تما راهي فيها الفرينه ملاحه والخبيط تاعها ثاني او مليح. شوفوا البنات انا نخبط وهي العجينه تتهز معايا. هذا مكان كما راكم تشوفوا البنات. لهنا البلاطوات تاعنا هي دير لكم هذا من المقادير اللي عطيتهم لكم، يديروا 2 بلاطوات. شوفوا البنات كيفاش تبداو تقرصوا فيها باش تجيكم القرصه هكذا مليحه. كي تحطوا العجينه تاعكم المره الاولى ديروها كلي دويره صغيره هكذا، ومن بعد ابداو قرصوها بين يدكم تكون فيها زيت باش تقدروا تقرصوها. قرصوها هكذا كما راكم تشوفوا البنات. هذه طريقه جده، ربي يحفظها ان شاء الله. وهذا هما البنات كيفاش بديت نقرص فيهم. قرصتها من بعد هذاك قلنا درنا بياض البيض في العجينه والصفار رايحين ندهنوا به. زدتلو كميه قليله من القهوه. والبنات دايما الحواشي شويه حاولوا، شوفوا البنات حاولوا البياض الصفار تاعكم تاع البيض ما تسيحوهش على البلاطو باش من بعد ما يحكم لكمش في البلاطو. هذا مكان البنات ثم في الحواشي عرفوا كيفاش تمسحوا. ولهنا البنات نخليوهم حتى يطلع خبز الدار مليح. وباش تحطوه يطيب، تحطوه يطيب هذه هي النتيجة تاعو. يجي خبز الدار روعة ساهل، يجي بزاف بنين، ماشي غير بالفرينة، فرينة وسميد، ويجي هبل يجي هشيش. اللي ذوقو رايح يكذب اللي هذا درتيه
بالفارينة، قولوا بالسمي ديال البنات ويجي يهبل بدون تعب. ثاني البنات هي ماكسيموم هو شوي طول في الخمير، هذا ما كان باش يخمر 5 دقائق وانتم مخلصينه البنات. باينه طيبوه من تحت مليح، من بعد تزيدوا تعلوا له من الفوق واللي حاب يزيد يضيف الجلجنان والسانوج من الفوق يضيف. وهذا هي البنات خبز الدار تاعي في الاخير. شوفوا البنات الخفه راهي تهدر، شوفوا واش يجي مثقوب سما وحده راه يهدر لكم. هذا خبز الدار يجي روعه البنات، ما تندموش عليه، جربوه وعلى ضمانتي. واللي جربوه تكتب لنا وتعطينا رايها في الكومنتات. وهذه هي وصفتنا البنات، نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، واعطوني رايكم فيها كي تجربوها. وما تنسوناش بالاشتراك في القناة باش تطلع قناتنا، وما تنسوش تبارطاجيوها اكبر عدد من اصدقائكم البنات. وما بقى لي غير نقول لكم بالسلامه.